دايما بكون محتارة على الاكل ومش عارفة اعمل اكل ايه. فجوزي قال لي اعملي لي اكلة من اللي كنت باكلها زمان. قلت له كنت بتاكل ايه؟ قال لي ايه رايك تعملي لنا لوبيا في لحمة مع شوية رز مفلفل ابيض يعني. والاكلة هتبقى حلوة قوي وهتعجب الولاد. تعالوا نشوف عملناها ازاي بطريقة سهلة وبسيطة، وهتطلع معاكي دايبة وجوسي زي ما انتي شايفة بالظبط. ما شاء الله الاكلة طلعت حلوة قوي، وطعمها كان حلو قوي وعجبت الولاد كمان. الاكل ده طبعا كنا بناكله كلنا زمان وبقين ما بقيناش ناكله خالص ونسيناه نهائي. مع ان الاكل ده هو اللي ما فيه اخدش كل بقى الفايدة. معايا نص ساعة واقفة في المطبخ، وكنت طالعة وعاملة له احلى اكل زمان، ولوبيا باللحمة بس طلعت في حتة تانية خالص. يلا بينا بقى نسمي بسم الله. ولو لسه ما اشتركتوش في القناة يا ريت تدعموني باشتراك في القناة ولايك وشير لو عجبكم الفيديو طبعا، لو انتوا شايفين ان الفيديو يستاهل. يلا نسمي بسم الله. هنجيب حلة وننزل نحطها على النار. حلتنا طبعا الجميلة كده نحطها على النار وننزل فيها بشوية من الزيت أو أي مادة دهنية موجودة عندك. كملي الفيديو للآخر هتستفادي بوصفة جديدة تعمليها على مدار الأسبوع. هننزل ببصلاية متقطعة تقطيع يعني متوسط على ايدك كده عادي، مش محتاجة كبة ولا أي حاجة ولا حتى تبشريها. تقطيع عشوائي كده على ايدك عادي. أول ما البصلة تبدأ تتشوح معانا مش عاوزينها تاخد لون كان خالص، عندي احنا 4 حتت بقى من اللحمة مسلوقين ومحطوطين في الفريزر، يعني كانوا باقيين عندي من يوم قبل كده. هبدأ بقى اقطعهم زي ما انتم شايفين كده، وانزل عليهم بقى بالبهارات: فلفل اسود، شوية من الكزبرة، شوية من البابريكا او الشطة. بس كده هو دي التوابل اللي انا هحطها، مش هحط اي حاجة تانية. بعد بقى ما البهارات كده تطلع الريحة بتاعتها، واللحمة طبعا مستوية، بس انا هكملها سوا، يعني هزود سواها علشان طبعا ده طبيخ يعني، فلازم ازود السوا بتاعها مع الصلصة. فهنزل عليها بنص كيلو طماطم مضروبة في الخلاط ومتصفية. وهحط طبعا الملح بتاعي علشان خاطر الملح يعني يشرب من اللحمة كده واللحمة تتملح كويس. هسيبها بقى لحد ما تتسبك، واللحمة برضه تكمل سواها في الصلصة وتستوي تماما عشان تكون دايبة. احنا بقى كده بنكون بنحط اللوبيا بتاعتنا. انا معايا تقريبا اقل من الربع، يعني انا كان عندي اصلا الموجودين انا معرفش مقدارهم قد ايه، بس تقريبا زي 200 جرام من اللوبيا. هحطهم بقى يتسلقوا. معلش الحته دي ما اتصورتش، بس يعني عادي مش محتاجة حكاية. يعني انت بتحطي اللوبيا بتنقيها طبعا لو فيها اي حاجة، وبعدين بتحطيها في حلة جنبك تتسلق 10 دقايق مش اكتر من كده. يعني اللوبيا والفاصوليا طبعا بتنقعيهم من قبل كده، يعني بتبقى بتحطيهم في المية مثلا لمدة ساعة قبل السليق، وبعد كده ترفعيهم على النار 10 دقايق بس، مش اكتر من ال10 دقايق. علشان مش عايزة اللوبيا تتهري مني في المية، انا عاوزاها تكمل سواها في الصلصة. تمام، عشان نفضل محافظين على الشكل بتاعها النهائي. وكده بقى بعد ما اللوبيا اتسلقت معايا، طبعا انا بعتذر ان انا مش مصوره الحته بتاعه اللوبيا. هبدا بقى طبعا الطماطم اتسبكت واللحمه طبعا استوت تماما وكملت تسويتها في الصلصه زي ما انا قلت لكم. هحط بقى اللوبيا وهغطي بقى عليها علشان طبعا اللوبيا هي كمان تستوي وتشرب بقى من اللحمه كده وتشرب من الصلصه. وهي كده خلاص استوت معايا تماما وبدأت كده، يعني ان احنا ايه لو عايزين نغرفها كده خلاص احنا كده نغرفها. التسبيكة طالما طلعت الدهون بتاعتها على الوش تعرفي كده ان الاكل بتاعك استوى من غير ما تدوقي ولا اي حاجة. هي دي تركة مهمة قوي، لما تلاقي التسبيكة طلعت الزيوت اللي انت كنت حطاها او الدهون اللي موجودة في الاكل طلع على الوش، اعرفي كده ان هي خلاص استوت وطفي عليها من غير ما تدوقي. طبعا ده رز معمول بالزبدة، رز مفلفل، احنا مسميه رز مفلفل اللي هو الابيض، يعني بنشوحه تشويحه لحد بصي ما يبقى مخرفش كده معاكي في الحله ويعمل صوت، عشان اول ما تنزلي الكاتل عليه الميه المغليه يعمل بقى تش اللي انت ايه عارفاها دي. وتشمي بقى ريحته كده بيستوي في 10 دقايق اصلا، يعني بيكملش ال10 دقايق. ميه مغليه، الرز متشوح كويس، ودي النتيجه بتاعته بعد ما بيستوي.
هبدأ بقى أنا أغرفه في الأشكال الحلوة الكيوت دي. أنا باحب أعمل أشكال كده للولاد عشان يفتحوا نفسهم على الأكل. الأشكال دي عندي عادي بتاعة الجيلي تقدري تستخدميها للرز، لو ما عندكيش الأشكال دي عادي ممكن تغرفيه غرف عشوائي، بس هو كده يعني هو أهم حاجة حلاوة الأكل مش بالشكل يعني. بُصّوا بقى ال اللوبيا باللحمة بُصّوا، الكلام اللي أنا باقول لكم عليه بقى، مش عايزة أقول لكم طبعًا حاطة قرن الفلفل ده كده يفتح النِفس كده منظر حاجة خضرا كده. أنا كنت عاملة طبقين صغيرين للولاد وطبق كبير ليّا أنا وجوزي يعني مع بعض، حتى باشاركه في الطبق. ربنا يديمه نعمة في حياتنا يا رب. آآ بُصّوا بقى عايزة يعني التِكّة بقى المهمة اللي أنا باقول لكم عليها، اللحمة بُصّوا دايبة خالص إزاي، عشان لمّا تاكليها مع الرز يعني تبقى طعمها حلو. يا رب بقى الفيديو يكون عجبكم والوصفة تكون عجبتكم، لو لسه ما اشتركتوش في القناة يا ريت تشتركوا. دمتم في حفظ الله.